بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده في رياكت مع هشام. النهارده اتلعب الجزء الثاني من نصف النهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الوداد وماميلودي سان داونز، وانتهى بالتعادل 2-2، وبالنتيجه دي صعد الوداد المغربي علشان يقابل النادي الاهلي في النهائي. طيب، هنتكلم. هو الكلام ده كان متوقع يا جماعه؟ يعني معظم الناس او 99%، 99% حرفيا قال لك ميلودي سان داونز في النهائي علشان نتيجة مباراة الذهاب طبعا اللي كانت 0-0 على أرض الوداد. وطلعت أنا اتكلمت، لما اتكلمت في الموضوع ده قلت هي النسبة عندنا 60، يعني بنسبة 60% أنا قلت ميلودي سان داونز هو اللي في النهائي. وده شيء طبيعي علشان بيلعب على أرضه وهو بيلعب كرة هجومية. يعني صعبة جدا، ما هي صعبة أي دفاع يقدر يتحكم فيها. لكن أنا سبت 40% للوداد. وبرضه أنت هترجع تسألني هتقول لي بس 40% كان كتير. هقول لك لا، ما كانش كتير. أنا شايف إن لعيبة ميلودي سان داونز، هو سان داونز فريق قوي على المستوى الجماعي وكل حاجة، وأنا قلت عنده مشكلة في الدفاع. الكلام ده قلته قبل كده في فيديو، وقلته لكذا حد. يعني كنت اتكلمت معاه على طريقة لعب ميلودي سان داونز ونقاط القوة والضعف. انا قلت من نقاط الضعف في ميلودي سان داونز هي دفاعه. لو اتضغط عليه كويس جدا، على فكرة حارس المرمى كويس جدا، بس دفاعه هو المشكلة فعلا. لو اتضغط عليه بيعمل اخطاء رهيبة، وده اللي احنا شفناه طبعا النهارده. زائد كمان ان هو اصلا خطته كانت قايمه على اللي هو بيعمل ضغط جامد قوي من قدام. بيضغط من قدام جامد قوي علشان يكسب ويخلي الفرق اللي قدامه تخاف تهاجمه وتفتح خطوطها علشان ما يتكشفش نقطة ضعف، وهو اللي هو الدفاع. انا كده كده خلاص مش هتكلم على ميلودي سان داونز. انا كنت بس بقول انا حطيت نسبة 40% ليه؟ علشان دفاعه كان وحش. ونقطة تانية كمان اللي خلت عندي موضوع 40% لصعود الوداد، وهي غرور مدير الفني ولاعيبة ميلودي سان داونز واطمئنانهم لنتيجة ماتش الذهاب. هو ده اللي خلى الوداد يستغل 40% ويقدر يعدي النهارده للنهائي. وطبعا بالنسبة لي انا كده مبسوط ولا لا؟ انا كده كده قلت قبل كده، انا بالنسبه لي ما ميلودي سان داونز او الوداد، انا بالنسبه لي الاتنين واحد. البطل او اللي عايز يبقى بطل لازم ما يفكرش هيقابل مين. لا، انا اللي يجي لي اتعامل معاه. مفيش حاجه اسمها انا بالنسبه لي سان داونز احسن ولا الوداد احسن. احنا خلينا متفقين ان مباراه الوداد هتبقى صعبه جدا علشان الشحن الجمهوري هناك عندهم عالي جدا. بس انا متهيالي دي فرصه ان احنا نقدر نثبت ونقول ان ماتش السنه اللي فاتت كان مش فير، فكده احنا في الفير اهو. فالموضوع كده في ايد لعيبه النادي الاهلي اللي هم يقولوا اهو لما ناخد ظروف عادله بنعمل ايه. وان شاء الله باذن الله باذن الله تكون دي ال11 ان شاء الله. المهم اللي احنا نركز الاول على الماتشين بتوع الدوري الفتره اللي جايه دول، بدايه من ماتش انبي. وهو مارسيل كولر طلع اتكلم وقال اللي هو هيبتدي يفكر في ماتش انبي الاول. ما ننساش يا جماعه، يعني احنا نتمنى ان الكابتن مارسيل كولر، الكوتش بقى كابتن ايه، ان الكوتش مارسيل كولر يخلي باله من موضوع الاصابات، ويحاول يدور بقى الماتشين دول، يلاعب الناس ويجرب الناس اللي هو ممكن يحتاجهم في ماتش النهائي. ماتش النهائي الذهاب والعودة. لان الماراثون كبير قوي يعني. الواحد حاسس ان البطولة عدت بسرعة، حاسس ان النهائي ده بقى مشوار. عندنا اول ماتش يوم 4 يونيو، والماتش التاني يوم 11 يونيو او 12 لسه، يوم 12 يونيو. يوم 11، لا يوم 11. علشان كان في شكوى من المنتخب، من جهاز المنتخب، ان في الماتش بتاع المنتخب يوم 14 يونيو. فكانوا قالوا ان لعيبه الاهلي هتوصل قبل المباراه دي بيوم، وكانوا يعني عاملين مشكله كده. لسه هنشوف الكاف هيحلها ولا لا. بس احنا ان شاء الله نركز بقى في الدوري. الماتشين دول لازم نكسبهم علشان نقرب خطوه كمان ناحيه لقب الدوري. ولما يجي وقت
نهائي دوري ابطال افريقيا نفكر في الوداد. وانا واثق في لعيبه النادي الاهلي جدا، وواثق في المدير الفني مارسيل كولر. وكده خلصت حلقتنا، وان شاء الله نتقابل بكره باذن الله باخبار جديده ورياكت جديد. يلا، سلام عليكم.